اللي هي جزاء ربنا اللي انا بعمله ده. طبعا لا، احنا احباب النبي واتفقنا خلاص، اللي من هنا ورايح مفيش كدب ابيض وكدب اسود، كل الانواع كدب. واحنا اصلا كده 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 ربنا بعت لنا الرساله دي دلوقتي، ومش مش هنكذب تاني ابدا ابدا ابدا. جميل جدا جدا جدا. يعني احنا دلوقتي كل واحد قاعد بيسمعنا يقول من جوه نفسه انا صادق، انا مع النبي، ان شاء الله انا مع النبي، ونتفائل وباذن الله هنيجي كلنا يوم القيامة وايدينا ماسكة بعض، والملائكة تقول شوفوا هم دول اللي كانوا بيسمعوا الحلقة دي، هم دول اللي كانوا بيطبقوا سنة النبي وكلام ربنا، هم دول اللي سمعوا نصيحة الناس ليهم، هم دول اللي أظهروا الصدق، هم دول اللي أزهقوا الباطل، هم دول فعلا اللي إن شاء الله يومها هيخشوا الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم هيقابلنا ويطبطب علينا ويقول لنا أحبائي إخواني كم اشتقت إليكم، وإحنا نحضن ويعني اشتقنا إليك يا رسول الله. حبيبي 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 محمد، حبيبي 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 محمد. بمكة هل هلال محمد، فأنشد طير السماء وغرد، ولاح محياه في الأفق بدرا، بنوره كل ظلام تبدد. رسول البرايا رسول الأنام، إمام الدعاة ونعم الإمام. رسول البرايا رسول الأنام، إمام الدعاة ونعم الإمام. عليه الصلاة وأزكى السلام، دعانا لنعبد ربي فنسعى. حبيبي 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 محمد حبيبي. سيدنا علي بن أبي طالب قال من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم، وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وتظهر له معوناتهم. بعد الكلام الجميل اللي احنا سمعناه عن الصدق ده، مين الغافل اللي يضيع الفرص دي من ايده علشان مشكلة تافهة في الدنيا عايز يحلها، او ورطة اتورط فيها عايز يحلها، او حاجة وقع فيها هو ومش عارف يحلها غير بالكذب؟ بالله عليكم، في رد يتقال عليه غير بجد؟ انت لازم تفوق، لازم تصلح يعني اللي انت عملته، لازم تشوف قدامك انت رايح فين، لازم تشوف تحتك انت هتمشي على الصراط ازاي. لازم يا جماعة بجد نشوف احنا عايشين ازاي، يعني ابصروا حواليكم الدنيا ماشية ازاي، نبصر لطريقنا، نشوف احنا رايحين فين، هل الهدف اللي احنا رايحين ليه ده صح ولا غلط، هيوصلنا للنبي ولا لا. عايزين يا جماعة بجد نعيد حساباتنا، نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط، هل اللي احنا بنعمله ده فعلا هيجمعنا قدام الجنة ولا لا. لان ما تنسوش احنا هدفنا الاول نكون ان شاء الله معا الى الجنة. ومن اكبر يا جماعة الصفات او الناس اللي تربعت فيها صفة الصدق دي، واللي ربنا سبحانه وتعالى نفسه قال في كتابه العزيز ده، سيدنا ابو بكر الصديق. هنتكلم على بعض المواقف اللي هو عملها تجاه الرسول، وهنتكلم عن نبذة بسيطة جدا عن سيدنا ابو بكر الصديق، وهنتكلم عن ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم حبه، وازاي هو ضحى بنفسه علشان الرسول صلى الله عليه وسلم، وازاي المعاناة كان بيعانيها، والاسلام انتصر، والصدق باقي، والحق زهق. كل ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. إذاعة معا إلى الجنة هي طريقك إلى الجنة. المصلحين الصالحين متوحدين وموحدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورجعنا لكم تاني، وانت مين فيهم، وكلامنا عن الصدق لسه مخلص. ومن كتر الأمثلة ما هي كتيرة جدا عن الصدق، فقررنا ان شاء الله هنعرض شخصية جميلة جدا، حد احنا كنا بنحبه قوي، حد من خلال الكلام اللي اتقال لنا عنه في السيرة اشتقنا اليه كما اشتقنا لصاحبه. وان شاء الله ربنا يجمعنا بيه وبصاحبه في الجنة، جنة الخالدين بإذن الله. بس طبعا صاحبه ده حبيبنا كلنا، هيكون لي المقام الوسيلة، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخصية اللي معانا النهاردة هي شخصية مثال جميل جدا للصدق، شخصية لقبت بالصديق من كثرة صدقها، شخصية كلنا نتمنى نشوفها، شخصية ضحت بحياتها كلها عشان خاطر رسالة، وهي كانت رسالتها في كل الحياة دي الصدق. والصدق مش كلمة بسيطة يا جماعة، الصدق كلمة كبيرة. الصدق مش كلمة بسيطة يا جماعة، الصدق كلمة كبيرة بجد. الصدق ممكن الواحد يعيش حياته كلها عشان رسالته تكون الصدق، ويتحارب كتير قوي، وهو ما بيعملش حاجة غير اللي هو بيدعوهم اللي ربنا قال عليه، ومع ذلك يتحارب. وده حال كتير قوي، ناس بقت قليلة جدا في حياتنا. تعالوا مع بعض نتصفح سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي التيمي. كنيته يعني لقبه أبو بكر، أو المشهور به أبو بكر. لقبه لقب بالصديق ليه؟ لأنه صدق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قديم في الخير، لأنه كان جميلا. وقيل كانت أم أبي بكر لا يعيش لها، فلما ولدته استقبلت به البيت فقالت: اللهم إن هذا عتيقك من الموت فهبه لي. ولد سيدنا أبو بكر الصديق بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر. وكان سيدنا أبو بكر الصديق أبيضا نحيفا خفيف العارضين، وكان يخصب بالحناء، وكان رجل أسيفا أي رقيق القلب. واستحوذ سيدنا أبو بكر الصديق على فضائل لم يستحوذها سواه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر أخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أفم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبته فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين. يا جماعة على جمال هذا الحديث بجد، يعني الحديث جميل جدا، وما نقدرش نقول بعديه أي حاجة غير بنحبك يا سيدنا أبو بكر الصديق. جميل جدا سيدنا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. وقال السهيلي في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يقل لا تخف، ولكن قال لا تحزن، لأن حزن سيدنا أبو بكر الصديق على الرسول صلى الله عليه وسلم شغله عن خوفه على نفسه. بالله عليكم إيه معنى الصداقة دي؟ سيدنا أبو بكر يا جماعة حد جميل قوي قوي، صداقة، صدق، صديق، كل حاجة فيه كانت جميلة. هنتكلم أكتر عن سيدنا أبو بكر الصديق ولكن بعد الأنشودة الدينية دي، خليكم معانا. قلعته كانت كالبدر، بسمته كحقول الزهر، رجلا برا بطلا حرا، كان الصديق أبو بكر، طلعته كانت كالبدر، بسمته
كحقول الزهر طلعته كانت كالبدر بسمته كحقول الزهر رجلا برا بطلا حرا رجلا برا بطلا حرا كان الصديق أبو بكر